معروف إن النساء نصف المجتمع. إحنا كنساء دائما نمتلك قوة جبارة، بس عاطفتنا وحنيتنا تغلبنا. نحب بعمق رهيب، ومشاعرنا صادقة وفياضة، وأكيد مخلصات إلى ما لا نهاية. بس دائما ينقلب معانا الحب إلى شيء عكسي، ينقلب الحب إلى ألم مستمر، وبعدين هوس بالشخص الثاني. وطبعا نفسيتنا تتدمر، وندخل بأقوى مراحل الاكتئاب، والشخص الثاني ولا سائل فينا. عشان كذا بنتكلم اليوم عن كتاب غير حياة الكثير من النساء، وكان له دور كبير بوضع النقاط على الحروف في حياتهم، اللي بالطبع غير حياتهم للأحسن. شرح طريقة الحب الصحية اللي المفروض كلنا نعيشها بدل الألم والمعاناة والحسرة الدائمة. والأكيد إنه ساعد النساء تعطي لكل شخص اللي يستاهله. هذا بالضبط اللي بنتعرف عليه في كتاب عندما تحب النساء أكثر مما ينبغي. الكتاب هذا كتبته الكاتبة والطبيبة روبين نورود للنساء الراغبات في حب نفسهم، واللي كمان حابة تبدأ من جديد، وكمان اللي تواجه صعوبة في إنهاء علاقة سامة، واللي يتكرر دخولهم في علاقات مؤذية. طبعا الكتاب يتكلم عن الإدمان العاطفي وكيفية التعافي منه، ويتكلم أيضا على ظاهرة الإفراط في الحب اللي تعد كمتلازمة محددة من الأفكار والسلوكيات والمشاعر. العلاقة العاطفية جزء أساسي من حياتنا كنساء، والتواصل العميق يعطينا السعادة مع شريكنا. كثير من النساء تشوف نفسها تعيش في دوامة الحب الزائد، وتحب بشكل مفرط على أمل إنه يتغير وتكون حياتها وردية وأحلامها تتحقق، وبكذا بتكون سعيدة. خلونا اليوم نفهم معنى الإفراط في الحب، وكيف نتحرر منه، ومن القيود اللي سببها هو بشكل مباشر. إيش الإفراط في الحب؟ ببساطة لما تكون حياتك محورها شخص واحد، ولما يكون إحساسك وكلامك وتصرفاتك قائمة على هذا الشخص ومتعلقة فيه لدرجة الهوس، بتعبير أدق مدمنة له والاتصالات والوجود، وترتبط سعادتك بتصرفاته تجاهك وتعبيره لحبه لك سواء كلام أو أفعال. كيف تعرفي إنك تعاني من الإفراط في الحب؟ الوقت اللي تشوفي نفسك متحملة الكثير من صفاته الأساسية والسلوكيات الخاطئة، أو تتحملي تقلبات مزاجه، عصبيته، لا مبالاته الدائمة والغير مبررة وغير منطقية، أو الضرب وتعليقاته المهينة. لما تحاولي تغيري من شخصيته وسلوكياته وتكوني كمعالجة نفسية، وكمان لما تتمثل علاقتك خطر على سلامك العاطفي ويمكن صحتك وسلامتك الجسدية، ولما تكوني في علاقة سامة أو غير مريحة ومش قادرة تتخلصي منها، كذا أنت أكيد مفرطة في الحب. هنشوف إن الحب يتحول إلى إفراط في الحب لما يكون شريكنا غير ملائم أو غير مبالي وغير موجود، ومع كذا ما نستطيع نتخلي عنه. وقتها بيكون حبنا إدمان. الإدمان كلمة مخيفة، لكن الكثير منا أدمنا الرجال المحيط بحياتنا. نحن النساء اللي نحب لدرجة الهوس للأسف يملأنا الخوف، خوف من الوحدة، وخوف من التجاهل، الخوف من الهجر، الرفض أو الدمار، وهذا بالتحديد اللي يخلينا نفرط في الحب. من وجهة نظر الكاتبة إن الشخصيات اللي تفرط في الحب ما هي إلا نتيجة لعدة نقاط أساسية، أهمها إنك نشأتي في أسرة ما حققت لك احتياجك العاطفي وافتقادك للرعاية، وكمان الرعب من الهجر، فتكوني على استعداد لفعل أي شيء للحفاظ على العلاقة، وتقديرك لذاتك متدني جدا بشكل مخيف. كمان استعدادك لتحمل المسؤولية أكثر من 50%. لازم نفهم إن الحب الحقيقي شراكة يلتزموا فيها الطرفين، يهتموا ببعض، يشتركوا في كثير من القيم الأساسية والاهتمامات والأهداف، ويتحملوا اختلافاتهم بود. نقطة مهمة، دائما يقاس عمق الحب بالثقة والاحترام المتبادل. في عندنا اعتقاد قوي ومنتشر بين الكل، إحنا قادرين على تغيير هذا الشخص للأفضل، لأنه في داخلنا قوة حب رهيبة، مستعدات نتنازل عن احتياجاتنا ورغباتنا عشانه، وإنه من واجبنا كنساء نبحث عن طرق لتغيير سلوكه أو حتى مزاجه، وبكذا يكون هو محور حياتنا، وكذا نكون سبب رئيسي بإهمال ذاتنا ونهمل صحتنا النفسية، وتوصل لدرجة
ننسى أنفسنا وإيش اللي نحبه واللي ما نحبه. طبعا أنت كذا مكرسة حياتك لشريكك، وزي ما ذكرنا من قبل إحنا فاهمين إن اللي نسويه واجب علينا تجاه شريكنا، بس هذا يعتبر من الأخطاء الشائعة. ولما تتغير هذه المعتقدات بتتغير حياتنا للأفضل، لأنه كذا بنكون مركزين على تغيير أنفسنا للأفضل وتقبل الأشخاص بشكل أعمق. أكيد الكثير مننا نعرف قصة الجميلة والوحش، شفناها في مرحلة من مراحل عمرنا وممكن للآن نقدر نشوفها. القصة تتكلم عن أميرة شابة زي القمر، جميلة جدا، تحصل تفاصيل كثيرة لها ولأسرتها. التقت بوحش مخيف ومرعب كان لازم تعيش معاه عشان تنقذ أهلها من غضبه. فأكيد بنت جميلة وأميرة صعب عليها تعيش مع حد كذا، بس وافقت لأنه ما في معاها حل تاني. واجهت كثير من الصعوبات في العيشة معاه، قربت تغيره بس كان صعب. قررت تتجاهل قرفه وشكله البشع وتتعايش معاه زي ما هو، وبطلت تجهد نفسها عشان يتغير، لأنها فهمت إنه كل محاولاتها بتكون فاشل. ليش؟ باختصار لأنه هو وحش وهي أميرة. فهمت كيف الفارق وحبته زي ما هو بدون أي تغيير، وفرت قوتها في تغييره، وكان الحب بينهم مبني على اختلافهم. الحلو هنا لما شاف حبها الحقيقي وحبته كيف ما كانت طبيعته، أكيد حصلت معجزة الحب المقترنة بالأفلام، ورجع إنسان، مش بس إنسان، رجع لوضعه الطبيعي اللي هو أمير. إيش اللي نفهمه من هذه القصة؟ في عندنا اعتقاد إذا عرفنا نغير بعض صفات شريكنا بنكون سعيدات ومرتاحات نفسياً لأنه تغير عشاننا. والأهم من كذا، هذا هو الطبع اللي نحتاجه بيسد حاجتنا في الحب. هنا ربطت الكاتبة القصة بقصص كثير من النساء وجابت الخلاصة، وقالت إذا حبيتي شخص حبيه زي ما هو، لا تغيري فيه طالما هو مش حابب يتغير، لأنك تضيعي وقتك وجهدك وتستنزفي مشاعرك. بدل ما تبذلي مجهود بشيء ضايع، اشتغلي على نفسك واختاري علاقة صحية تناسب احتياجك. خليكي زي الأميرة لما قررت إن سعادتها ما بتكون بعودة الوحش المقزز لإنسان، وما حاولت تغيره لأمير، قبلت فيه زي ما هو وتقبلته بطبيعته اللي هو حاببها، ووفرت جهدها وطاقتها عشان تنشئ حياة مستقرة لهم، وعاشت بسلام داخلي. تقول الكاتبة والطبيبة النفسية إن النساء المفرطات في الحب تعاني دائما من الإدمان العاطفي والألم والخوف والحنين، ودائما نرجع لنفس العلاقة اللي سببت لنا كل هذا عشان بندور على الراحة فيها. عشان نعالج المشكلة ونتعافى من الإدمان العاطفي لازم نفهم إن الإدمان هنا زيه زي إدمان الكحول أو أي شيء شبيه له، وأعراض الانسحاب من أي علاقة تشبه أعراض التعافي من الكحول وغيره. طبعا لو كنت إنسانة تحب الآخرين أكثر من نفسك، اعرفي وقتها إنك إنسانة مش قادرة تحبي نفسك أصلا، فما تكوني منتظرة لأي شخص يحبك بالطريقة اللي انت متخيلها طالما انت ما قدرت تحبي نفسك. أول ما تحبي نفسك وشايفة إنه لازم تتخلصي من إدمانك للعلاقة، ما تترددي لحظة وابدأي بطلب المساعدة من أشخاص سويين أو معالج نفسي. وكمان خلي من أولوياتك تعافيك الشخصي، لأنك تستحقي تحبي وتنحبي بطريقة صح ومش منهكة. وتوقفي على الفور على إدارة حياته وتتحكمي فيه. واجهي مشكلتك وطوري ونمي نفسك. خلي في بالك دائما غيري اللي تقدري تغيريه، يعني غيري نفسك وابتعدي عن حاجتك للقتال عشان شخص أو إجباره على منحك شيء تحبيه، أو حتى عذر لسلوكه أو إهماله. اتوقفي عن الحاجة لأنه يكون آسف بدرجة كافية لك. أخيراً اللي أقدر أقوله بعد قراءتي لهذا الكتاب إنك بتحتاجي تتعلمي الحياة بدون إثارة معارك ولا أي دراما تستهلك وقتك وطاقتك. اتخلي عن لوم الآخرين وتحملي مسؤولية اختيارك. لا تنتظريه يتغير، اسعي بنشاط على اهتمامك وتعلمي كيف تعتني بنفسك بشكل أفضل. وقللي من اهتمامك بالآخرين، ارضي نفسك بدل من إرضاء شخص ثاني. النقطة المهمة، حققي ذاتك من خلال اللي تفعليه لنفسك والطريقة اللي تنمي فيها قدراتك. وبعد هذا تأكدي إنك ما بتحتاجي على شريك يكون نقيضك أو عكسك عشان يحقق لك التوازن لحياتك. كوني مؤمنة إن احتياجك ورغبتك مهمة جدا،
وأن تلبيتها مهمتك أنت. أخيراً اسمعي صوتك الداخلي بالشيء الجيد والملائم لك واتبعيه. دمتم بخير.